اوكي سميت الشباب كتبدو انا غادي نقيدها هنا صافي. صباح الخير عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتي. كما كتشوفوا معتمد كان صبح لي عيان وديته لواحد الاقرب عياده حدانا. صراحه دوز ليه مزيان وخرج ليه الدواء اللي جا معاه، وجيت لهنايا طيب الطاجين بيو بالخضره لا لحم لا والو، والبطبوط اللي مولفين كتشوفوا تخلعت عليه بزاف والحمد لله. هادو هما الدراري ضروري يطيحوا ونوضوا ويمرضوا ويبراو وصافي. كما كتشوفوا هنايا لا غدا انا غنصور لكم يومياتي الاسبوعيه. غادي نديتو عند ماما. يعني تقريبا مشات ديك المره وتيبكي عليها، بغيت نمشي ايوا صافي. واليوم لا غدا ديتو كما كتشوفوا. دابا حنا غادي نفاجئوا ماما. البنات طلبتو مني قلت لي سناء صوري عند ماماك، وخا صراحه ما صورش شي حاجه لانه معتمد كما كتعرفوا باقي عيان وخاصني نرد ليه البال. واليوم الجمعه ماما صايب كسكسو وصافي هانتوما معنا كما كتشوفوا البنات. صافي هما جمعوا الدار، انا قلت لهم راه نجفف ليكم. ايوا دابا غنجفف ليهم الدار وماما تحط لنا الغدا. المهم هانتوما معنا الكسكسو ديالنا وجهد. هنا البنات نقيت لماما الخضره بزاف تقريبا شي 2 كيلو ونص. ايوا دابا غادي نتغداو. المهم انا اي حاجه غادي نصورها لكم قاعد الاسبوع كيفاش داير عندي غادي نصوروا لكم. نديرو سلام معتمد سد الباب ولدي الصداع سد عنا باب الكوزينه. اجي بقى معايا وسد الباب اجي سد الباب غير الصداع وليدي. دابا نصايبوا الحريشه. هنايا كاين نص كيلو ديال سنيده ودرت شويه الملحه وطريقه ديال الملحه وشويه السكر، وغادي نزيد عليها خماره ماشي دابا، وغادي ندير بعدا الزيت هو الاول، وغادي معتمد وغادي ندير معلقه ديال الزبده. دابا غادي ندير الزيت هو الاول حيت ما جايباش معايا العصا كنصور غير بيديا. ماما واخا تشدي لي واخا درت نص كيلو ديال السميد الا قلت سميده صافي ما عرفتش درت نص كيلو سميده ولا شحال كغوت مثلا غير زعما ما يديك شي شويه غادي نزوح شويه باش غادي نكرس. غادي نزيد الخماره واخ غادي نحاولوا ندخلوا ديك الزبيده مع هاد السميده. ولا عندكم دايبه ديروها من الاحسن. دابا غادي نديروا الماء ليسا مامي غادي تجي. ماما هزي شي شويه باش غادي نبدا نعجنوها غير من الفوق ماشي نعجنوها. انا ما غنخليهاش، الا بغيتو تخليوها راه كتشرب الماء. انا غنصايبها دابا حيت تعطلنا في الكوتي كنا خارجين. صافي
البنات كما كتشوفوا حطينا الكوت غير في الكوزينه، ومعتمد كيحمق على شي حاجه سميتها الحرشه. واخا ما عنديش الطابع درتهم غير موين هكذا بحال كريسات صغار، وصافي درنا لي بطون وحطينا دانونات للدراري وهذا. وماما دارت لنا الحريره. المهم هادو هما الاحداث. البنات اللي قالوا لي البنات صوري لنا عند ماماك، وصافي ماما دارت لنا الحريره. وانا غادي نوريكم المشتريات ديالي اللي خديت. مشينا انا وماما خرجنا، وهادو شراتهم ماما ب5 دراهم زوينين. هادو بالحق لقيتهم شارياهم ليا، ها هما فيهم 4. وواحد الحاجه البنات راه ماشي زاج، ماشي بديع بلاستيك، ولكن بلاستيك ديك المزيان. ديري لي 5 دراهم. قالت لي ماما ناخذ ديك السته، قلت لها خدي لي غير 4 حيت حنا اصلا 3 زوينين. ديروا فيهم ماما كدير فيهم الزبده الكونفيتير وما كيتهرسوش ديال كل نهار. وانا ان شاء الله في رمضان نبقى ندير فيهم الفلو ولا شي تحليه هكذا زوينين. 5 دراهم وحسن من الزاج غير كيتهرس. وخدات هادو، شوفوا البنات هادشي راه ماشي زاج، شفتوا غير بلاستيك. حتى هي خدات ماما منهم 4 وخدات هادو. شوفوا هادو الشكل عاوتاني، هادو الصراحه غادي نوصيها منهم تجيبهم ليا حتى هما غزالين. شوفوا الديكور ديالهم وما غاديش يعرفهم شي حد، يعني واخا تحطوهم ما غاديش يبانوا واش بديع ولا بلاستيك. اكثر دابا اللي من النوع اللي كيهرس ولا اللي كيدغي كيطلع ليه الموديل في الراس. هانتوما هادو دياولي انايا. خديت هاد الفروي هذا، مشينا للسوق لقينا داير 10 دراهم، خديت غير 6 دراهم. سميتو ليزاني زوين هذا. المهم رطبه. خديت فوطه، هادو خديتهم غير 8 دراهم. صراحه ندمت ما خديتش منهم. وخديت هاد المعطر، شوف المعطر عندهم 5 دراهم. واه المعطر ديال 5 دراهم غزال. ماما خواوهم ليا البارح الدراري غزال ديال الخزامه. نحلو لك معتمد ها مشاهد. وهذا خديته من حداهم، انا ما كاينش رخيص حداهم. هذا يبيعوا واحد من مول المحل ب5 دراهم. هادو كيبيعوا هادو عنده ب5 دراهم، غادي نديهم معايا. وخديت هادي اسكت واخا خديت هادي عند مول 5 دراهم. راكو عارفيني انا هاد المره وريتها لكم من عندهم. هادو خديت هادي حمقاتني. شوفوا الشكل ديالها كي داير ديال السكر زوينه. شوفوا الشكل ديالها غزال. وخديت هادي، خديت ليا انا هادي، وخديت لاختي ايه هادي. عجبوني هاد اللوينات صافي. وخدينا قرعه المناضه. هاي ماما خدات الخضره ديال الكسكسه. كما كتشوفوا البنات جا عندي جدي من مكناس بين ماما وجا باش يعزي. هو جاي يعزي في جداتي مات بابا، وحيت هي اصلا من العائله ديالو يعني بنت عمو، فجا يعزي. ومهم وجابت عند ماما وردت عليه انا يتغدى معايا. فقلت شحال هادي ما كليناش الرفيسه، راه نديرو الرفيسه. وعلاش درت الرفيسه البنات؟ راكو عارفين على هاد الانفلونزا ولينا خايفين من الدجاج من اللحم، فعشبتها ودرت ليها الزعتر وجميع يعني عشبتها بالعشوب. يعني حتى لا كانت شي حاجه يعني دوك الاعشاب راه يعني كيقتلوا جميع الامراض. وهذه دواء ديال البرد كما كنقولوا حنا، كنا ضربنا البرد فهات دواء البرد. وهنا كتشوفوا ما زدتش راس الحانوت في المرقه على ود باش غنذوق جارتي مسكينه حامله وما بغيتش غتشم ريحه الرفيسه غتشهاها. ومهم حنا كنا دزنا من التجربه ملي كنشموا ريحه الرفيسه بلا وحم كنتشهاوها على عساك الواحد اللي كيتوحم. فهنا غنسقيها لها هي الاولى، نعطي لاختي تهبط ليها. بقى لي خصني نزوقها غير بالبيض. وهنايا كما كتشوفوا زوقت بالتمر وعمرتهم بالثومه. المهم كما قلت لكم دواء ديال البرد. والدجاجه حمرتها في الفران، دخلتها تحمرات وصافي. انتم معنا.
المهم ها هي الغديوه ديالنا. صراحه ما كاينش احسن من هاد دوات البرد، هو هذا. فيه الثومه كما قلت لكم، الزعتر، راس الحانوت، دواء ديال البرد. ودابا البنات غادي نقدم لكم واحد الوصفه للبرد رائعه. البنات كتجيبوا الشريحه رابعه ديال الشريحه، وكتكون من النوع كما كتشوفوا كتكون من النوع الجيد. كنجيبوا هنايا الشريحه، كنحلوها من هنايا، كتحل. علاش كنحلوها؟ باش نقلبوها ياك ما فيها شي حاجه من الداخل. طبيعه الحال هذه يعني مزيانه، ما غيكون فيها حتى شي حاجه. كما كتشوفوا البنات غنحتاجوا واحد الوصفه زوينه للبرد، هي الشريحه. طبيعه الحال كنحلوها بحال هكذا. واحد الوصفه زوينه للبرد هي فيها الشريحه. طبيعه الحال غسلتها مزيان وكنحلها بحال هكذا من هنايا باش نقلبها ياك ما فيها شي حاجه. المهم هذه حيت من النوع الجيد ما غادي يكون فيها حتى شي حاجه. وكنعمر ليها كل وحده بفصيص ديال الثوم بحال هكذا، وتنسد هاد الشريحه كنحطها هنايا في الكسكاس. كنجيب عاوتاني وحده اخرى كنعمر بها هاد الرويز فصيص ديال الثومه، كنديرها في الكسكاس. الثومه بطبيعه الحال نقيناها، والثومه تكون الحمراء، ضروري البنات تكون الثومه الحمراء. وانا نوريكم الطريقه ملي غادي نسالي في التعمار ديالها. وكما كتشوفوا البنات ها البريمه ديالنا غلات، غادي نديروها في الكسيكيس طيب، ونغطيو عليها من هنايا بشي طبيصيل ولا هذا، ونخليوها حتى ان شاء الله توصل لواحد هكذاك 10 دقائق على حسب، ونغطيو عليها حتى تبخر كامله. وغنوريكم الطريقه كيفاش غادي نكملها مع الزيت البلديه، وكيفاش غادي نرقدها في ديك الزيت البلديه باش ان شاء الله هذه غادي نديروها للبرد بهذه المناسبه ديال الشتاء. يعني حنا كلنا كنمرضوا الاطفال، يعني هذه مزيانه هذه الوصفه. وها هي البنات من بعد ما شديتها وكنطحنها وكنزيد عليها الزيت البلديه، هي هذه. انا نوريكم القريعه ديالها، ها هي كنكب عليها الزيت البلديه. هنا راه البنات راه استعملناها يعني شربات، هي راه كتشرب الزيت، واخا ديروا فيها حتى السيترو كتشرب شريحه الزيت. المهم كما كتشوفوا كنطحنها وكنبقى نزيد عليها الزيت حتى كتولي بحال املو، كتولي زوينه. وصافي كتاكلوها هكذا معلقه في الصباح على الخوا، تاكلوها بالليل حتى تبغيو تنعسوا. من الاحسن تشربوها على الخوا، حيت بالليل كتكونوا متقلين ولا تعشيتوا وتقدر تروع عليكم معده. المهم الصراحه البنات هذه راه وصفه غزاله وناجحه 100% للبرد، ومضاده يعني للبرد. بنات بغيت نقدم لكم هاد الباقه الورد وكنقول لكم السلام عليكم.